كل سنة وكلنا طيبين بمناسبة شم النسيم، أقدم احتفال في التاريخ والاحتفال الوحيد اللي بيجمع كل المصريين ويوحدهم. بدأ الاحتفال بعيد الربيع من حوالي 5000 سنة في الأسرة الفرعونية الثالثة، وكان في الأول اسمه شوم أنسم، ومعناها في اللغة الفرعونية بعث الحياة أو بداية الخلق، لأن الفراعنة كانوا بيعتقدوا إن الخلق بدأ في اليوم ده، وبعدين تم تحريفه إلى شم النسيم لأنه بيكون في بداية فصل الربيع الجميل. وكعادة الفراعنة لازم يسيبوا لنا معجزة تفكرنا بعظمتهم، والمعجزة دي بتحصل يوم شم النسيم. قبل غروب يوم شم النسيم بتفضل الشمس ثابتة على قمة الهرم لعدة دقائق قبل ما تغرب. مش دي المعجزة، أثناء الغروب بتحصل المعجزة. زاوية سقوط أشعة الشمس على الهرم بتخلي سطحه ينقسم لسطحين بينهم زاوية منفرجة، في معجزة هندسية تم رصدها في سنة 1920. ومع حركة الشمس تسقط الأشعة على السطحين بالتبادل، كأن في هرمين مقابلين لبعض.